ازاي الاكتئاب ممكن يدمر حد وحد تاني ممكن يستخدمه كدافع ليه يكون من خلاله افضل او انه يعمل حاجات عظيمة. يا ريت تشاركونا الاراء في التعليقات. اهلا بيكم في حلقة جديدة من واحد صاحبي ما تعرفوش. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن حياة هتلر، لكن حلقة النهاردة مختلفة تماما. صاحبنا النهاردة مش سهل وممكن يخليك تخسر حاجات كتير في حياتك زي صحتك وشغلك وعلاقاتك، حتى ممكن يخليك تخسر نفسك. والموضوع مش مجرد حزن عابر، لانهم دلوقتي بيتعاملوا معاه على انه مرض عضوي زي الضغط والسكر بالظبط، لانه بيأثر على كيمياء المخ وحتى على طريقة التفكير. بحسب دراسات منظمة الصحة العالمية فهي بتعتبر ان الاكتئاب هو السبب الرئيسي للعجز على مستوى العالم، بل وانه سبب مهم جدا وشائع كمان عن الانتحار. زي كيرت كوبن نجم فرقة نيرفانا، الفرقة اللي كانت بتمثل صوت جيل كامل. كيرت عانى فترة طويلة من اكتئاب عميق وصراعات نفسية وعاطفية رهيبة جدا، بس طبعا ما قدرش يتعامل معاها ولا قدر يحل المشاكل اللي جواه، ولجأ سريعا للمخدرات وخصوصا الهيروين، وبدأ يدخل في دوامة كبيرة من العزلة، وكل يوم كان بيبعد أكتر من اللي قبله، لحد ما قرر للأسف إنه ينتحر في سنة 1994 ويصدم العالم كله. مارلين مونرو، أيقونة الجمال اللي أبهرت العالم بسحرها وابتسامتها، لكن ورا الابتسامة دي كان في بنت محطمة والاكتئاب محاصرها في كل حتة، وبدل للأسف ما تدور على دعم حقيقي لجأت للمهدئات ومضادات الاكتئاب بجرعات كبيرة، عشان في جرعة زيادة منهم يقف قلب أجمل امرأة في العالم. وده يثبت لك إن العلاج الغلط والإهمال مع الوحدة قادرين إنهم يقتلوا أكتر من المرض نفسه. بس زي ما في ناس للأسف ما نجحتش إنها تتعامل مع الاكتئاب، في ناس تانية بقى فهمته وعرفت تتعامل معاه إزاي. منهم وينستون تشرشل، رئيس وزراء بريطانيا اللي قاد بلاده في الحرب العالمية الثانية، واحدة من أصعب الحروب اللي ممكن تتخيلها، ويمكن اتكلمنا عنها في الحلقة اللي فاتت، قصة حياة هتلر. لكن اللي الناس ما كانتش تعرفه إن الراجل ده كان بيعاني من اكتئاب شديد جدا، لدرجة إنه كان بيوصفه بإنه كلب أسود بيجري وراه. كل لما كان يحس إنه بيقرب منه كان دايما يجري على شغفه عشان بيلاقي فيه مخرج. يهرب بسرعة، يروح اللوحة بيضة يرسم عليها، يمسك ورقة فاضية يكتب فيها أي حاجة. هواياته دي كانت بتساعده على توجيه طاقته السلبية لحاجة إيجابية، وده اللي ثبت علميا النهاردة إنه أسلوب بيساعد جدا على تحفيز مراكز المكافأة في المخ وبيقلل من أعراض الاكتئاب. أما بقى لو رحنا لدوين جونسون أو ذا روك تشوفوا تقول عليه جبل ما بيتهزش، بس الحقيقة إنه خاض معارك نفسية صعبة جدا مع الاكتئاب، ومش مرة، بأكتر من مرة في حياته. مرة منهم لما أصابته أنهت حلمه في الكورة، ومرة تانية بعد انفصاله عن زوجته. بس الجميل بقى في ذا روك إنه قرر يواجه ويتكلم مع الناس ويطلب دعم من اللي حواليه، وما اعتبرش دي حاجة عيب أو ضعف، بالعكس هو فهم إن القوة مش في إنك ما تقعش، لأن أي حد معرض إنه يقع. القوة الحقيقية في إنك تواجه، في إنك تعترف، عشان كل مرة تقع فيها تعرف إزاي تقوم تاني. آخر حد معانا بقى هي أديل، اللي صوتها بيلمس قلوب ملايين كتير. بعد ولادة ابنها عانت من اكتئاب شديد جدا بعد الولادة، وكانت الفترة دي من أصعب فترات حياتها، لأنها وبالرغم من حبها الكبير جدا لابنها حاسة إنها مش عارفة تكون الأم اللي نفسها تكون عليها، وده خلق جواها صراعات وضغوط نفسية رهيبة جدا. بس هي ما وقفتش تتفرج. أول حاجة عملتها ابتدت على طول تغير روتين حياتها، تلعب رياضة كتير جدا، تتكلم مع صحابها وتشوف ناس مروا بنفس التجربة. وأهم حاجة عملتها إنها خصصت لنفسها وقت بعيد عن الشغل والعيلة، يكون بس راحتها وسلامها النفسي. وهنا بقى ما تقوليش لا مكان ولا أي حاجة تانية، أنت مش محتاج أكتر من إنك تلاقي المساحة اللي ترتاح فيها نفسيا، إن شاء الله حتى لو كان المكان ده هو بلكونة بيتكم. مجرد بس إنك تقعد كده بالليل في سكون من غير كلام بتفرغ أي طاقة سلبية جواك، ده لوحده بقى كفيل إنه يصفي ذهنك ويحسسك براحة نفسية حقيقية. المهم إن دي كانت نقطة التحول الكبيرة لأديل، اللي ساعدتها إنها تخرج من الضلمة والعتمة اللي كانت عايشة فيها وتبقى أجمد بكثير.
يمكن كل واحد فينا شاف حته من نفسه في قصه من القصص دي، لان في الحقيقه لو دورت هتلاقي المعظم مننا عنده مشاكل نفسيه، ومش بالضروره يعني تكون اكتئاب حاد، ممكن تكون خوف من حاجه معينه او قلق او حتى صدمه قديمه بيحاول يتجاوزها او يعديها. الفكرة بس انك محتاج تفهم نفسك وتعرف ازاي تحتويها، ولو بتمر بحاجة زي كده ممكن تروح لدكتور، تقرأ قرآن، تشتغل، ترسم، او حتى تتكلم مع حد، بس طبعا يكون قريب منك وتثق فيه، عشان الدنيا دلوقتي انا عارف انها صعبة شوية. المهم انك تقوم تاني، عشان بس حكايتك هي لسه ما خلصتش. ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب عشان ده مهم جدا، ولحد ما اشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله، سلام. عيش يا ما عيش، واحد صاحبي ما تعرفش